المهم اخدنا اليوم ده راحه، وتاني يوم رحنا معرض كانتون. لما رحنا معرض كانتون فير بدأت يعني الدنيا توضح. المكان ضخم جدا، في كذا بارتيشن. دخلنا المكان البارتيشن المخصص بالقماش. مينا انبهر جدا، بدأ يشوف عينات موجودة أصلا في مصر، فالراجل بدأ يتبسط وأنا بدأت أطمن الحمد لله. بس كنت قلقان شوية، احنا مش عارفين هنشتري من مين، هنروح فين يعني، وخصوصا ان الشركات ده هي يعني كام يوم وترجع بلدها وكده. المهم كنا كل يوم نصحى الصبح نروح المعرض، اليوم اللي بعده نروح المعرض، وهكذا لمدة 3-4 ايام لحد ما خلص المعرض. خلص المعرض، مينا قال لي يا احمد هتعمل ايه؟ قلت له يا عم انت مالكش دعوه باي حاجه، هات الكروت اللي احنا لميناها من الناس ونام انت. فبدات مسكت الكروت، بدات اترجم ده موجود في هونن، ده موجود في هانزو، ده موجود في كيتشاو. قعدنا نرتب البلاد يعني. وبعدين قررنا نسافر للمصانع اللي احنا شفنا فيها الشغل. انا طبعا ما كنتش اعرف احجز طيران ولا اروح فين ولا اعمل ايه، يعني الموضوع كان صعب عليا. فكلمت الست بتاعت تجهيز المحلات اللي هي بقت صاحبتي اصلا، قلت لها معلش انا عايز احجز تذاكر وعايزك تساعديني. قالت لي مفيش مشكله اساعدك. فالمهم رتبنا على حسب البلاد. احنا كنا واخدين عينات كتير، فبدات اقول لمينا يا مينا ايه الحاجات اللي انت عايزها اكتر، انه حاجه احسن. بدأنا نجمع. بعدين رحت قررت اسافر على بلد اسمها هانزو. المهم البنت حجزت لنا لهانزو، ورحنا توكلنا على الله. اليوم اللي بعده رحنا مسافرين. رحنا اول يوم زرنا مصنع. انا لسه بقول خلاص، راح بينا قال لي لا يا خلاص يلا اتصل بالمصنع اللي بعده. اتصلنا بالمصنع اللي بعده. بعدين شويه تمام يمين، لا اتصل بالمصنع اللي بعده. المهم خلصنا المصانع، كل مصنع ندخله نشوف العينات ونشوف الشوروم وهكذا. رحنا نقلنا من هانجو، رحنا بلد اسمها هونن. رحنا هونن قعدنا برضو نشوف مصنع كان يماني. بعدين شفنا مصنع اتفقنا معاه، دفعنا له عربون واتفقنا على شغل. وبعدين رحنا رايحين بلد تاني اسمها كيتشاو. بعد ما رحنا كيتشاو بدأنا نزور المصانع اللي احنا قابلناها في المعرض. وبعدين مينا كان خلاص الرحلة بتاعته كانت هتخلص، واحنا حاجزين من جوانزو، فرجعنا تاني على جوانزو. ومينا سافر رجع مصر، وانا كنت حاجز بعده ب 15 يوم. المهم انا كنت حاجز بعد مينا ب 15 يوم لاسباب كتير. السبب الاول ان انا عايز اكتشف البلد، يعني عايز اشوفها اكتر، يعني ايه البلد، ايه الاخبار، الدنيا، الناس، عايز الف اكتر في المدينه. تاني حاجه عايز ارتب الشغل، عايز اشوف هو هيشتري من مين، هيعمل ايه، هنروح فين، حاجات كتير. ومعايا برضو الاوردر بتاع تجهيز المحلات لسه ما خلصتوش، يعني احنا قابلنا الست ودفعنا لها عربون وظبطنا كل حاجه، لكن لسه كان يعني كنت عايز اقابل المصنع تاني. نزل مينا، ايه يا مينا الاخبار؟ لا لسه قلقان. يا مينا ايه؟ يقول لي انا لسه والله ما اطمنتش. يا عم ده احنا دفعنا عربون والناس مستعدين وهكذا يعني. قال لك طب خلاص عدل المنتج ده خليه كذا، عدل المنتج ده. قعدنا نعدل في كذا يعني لمدة اسبوع او 10 ايام، وفي الاخر يعني الحمد لله مينا استقر على الاوردر. خلاص قلت للمصنع نفذ يعني. المهم يعني بعد ما مينا نزل تاني يوم انا رحت قابلت المصنع بتاع تجهيز المحلات. ومينا ما كانش برضه يعني، كان في الفترة دي ما كانش مستقر هيشتري مش هيشتري. انا كنت مطمن شوية ان انا معايا اوردرين، فيعني الحمد لله لو مينا ما اشتراش انا يعني الحمد لله مغطي السفرية بتاعتي. المهم انا قبل ما ارجع كنت عايز اعمل اي لقطة، يعني اي حاجة غريبة تلفت الانتباه، يعني ان انا بروح الصين وبشتري حاجات غريبة وكده، يعني اللي هو هو ابن ناس يعني. خصوصا ان الساعات المرة اللي فاتت اتاخدت واتصدرت، فانا مش عارف اعمل اي لقطة. فكان في عجلة كده حلوة بتتفرد وتتطبق، وكان شكلها لطيف. قلت انا اجيبها استكشف بيها البلد، وبالمرة انزل بيها مصر واروح بيها مشاوير، وفيها شكلها لطيف يعني. فالمهم اشتريت العجلة ده هي،
وكنت كل يوم اتمشى بقى في البلد، اروح والف بيها وبتاع. قبل ما انزل بيوم مصر دخلت الجامعه اصلي، طلعت ما لقيتهاش، العجله اتسرقت.